العلماء المتأخرين اللي كانوا في جزيرة العرب، واحد العالم كيقولوا له محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي، جاء وأعطاه الله تبارك وتعالى هذا الفقه، نظر وشاف شنو الناس محتاجين له. فلما جال ومشى للعراق وكان في الحجاز وفي غيرها، شاف على أن الناس راه بحاجة لواحد المسألة معينة، هي مسألة توحيد العبادة. هذه المسألة خصها تضبط، وخصها تضبط بواحد الكتاب جامع. هذا الكتاب جامع خصو يكون فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الآثار عن الصحابة، باش الناس يرجعوا للأصل ديال التوحيد الصحيح. لأن راه وقع انحراف، اللي كيشوف مثلا الصور اللي كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع قبل الدعوة ديالو المباركة، تلقى فيها القباب وتلقى فيها الأضرحة وتلقى فيها المزارات وإلى غير ذلك، يعني من الطقوس ديال الوثنية اللي كانت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قبر زيد بن الخطاب، هذا قبر فاطمة، هذا قبر عثمان، هذا قبر كذا. تأخذوا الناس على القبور ديال الصحابة رضي الله عنهم وجعلوها أعياد، وجعلوا تطلبوها وتدعوها من دون الله تبارك وتعالى. فهذا العالم رحمة الله عليه شاف بأن الأمة بحاجة لهذه المسألة، فألف واحد الكتاب اللي سماه كتاب التوحيد. وهذا الكتاب، هذا كتاب التوحيد، هو ألفه رحمة الله عليه لعامة الناس، يعني عموم المسلمين باش ينتفعوا به. وهذا العالم ما له أجنو، قال لك أنا ما درت شي حاجة، أجيت أنا شديت نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى، ونظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقيت لكم واحد الآية وتندير ترجمة وتندير آية وتندير حديث ولا تنجيب آثار. إذا شنو هو اللوم عليه؟ ما عندوش لوم عليه، إنه تهربطك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان واحد من العلماء ديال الهند كانت نقلت له على هذا العالم هذا واحد الصورة مشوهة. لما تنقلت له واحد الصورة مشوهة كان تيسبه وكان تيطعن فيه في كل حصة، تيجي يقرر الطلاب ديالو تيطعن فيه. جاء واحد من الطلاب جا من الحجاز وجلس عند هذا العالم هذا في الهند، وسمعوه يتكلم فيه بهذا الكلام السيء. وكان ذاك الطالب ذكي، أعطاه الله تبارك وتعالى ذاك أجدر، مشى هز هذا الكتاب ديال التوحيد وقطع منه ديك الورقة الأولى اللي فيها اسم المؤلف وداه لهذاك العالم. أعطاه، قال له الله يجزيك بخير، بغيتك تشوف لي في هذا الكتاب هذا وتقيموا لي شنو هو الرأي ديالك وشنو هو النظر ديالك في هذا الكتاب. هذاك العالم شد هذا الكتاب، ما فيهش الاسم، لأن إذا قال الاسم صافي غادي يقول هذه، لأن عنده عليه واحد الصورة، عنده عليه واحد الصورة مسبقة. خذ الكتاب وبدأ يقرأ حتى كملوا كله من الأول حتى التالي، وأعجب به. اش قال ذاك الطالب؟ قال له هذا الكتاب هذا يشبه صحيح البخاري. قال له يعني هذا الرجل راه تيتكلم بلغة العلم وعنده علم وراه قرا في الكتب وطالع. قال له هذا راه تيشبه صحيح البخاري، عنده واحد التشابه كبير بينه وبين صحيح البخاري. اش قال له ذاك الطالب؟ قال له هذا هو العالم اللي راك تطعن فيه وتتكلم فيه في كل حصة تدعو إليه. فما كان منه إلا قال استغفر الله وتوب إليه. فأصبح مع كل حصة تيجي الطلاب ديالو لا تيدعي مع هذا العالم، هذا تيدعي مع هذا العالم. والأمة بعده كلها عال عليه، والله إنها عال عليه في بيان هذا التوحيد هذا وفي بيان العقيدة الصحيحة. إذ لو بقينا الأهل الباطل اللي كانوا يطوفوا بالأضرحة ويجعونها من دون الله عز وجل والذبائح ولا غير ذلك، ويجيهم جئناكم قاصدين يا أولياء الله الصالحين لا تردون خائبين، وهذا حجد مسكين، وهذا القبر تتقضى عنده كذا، وهذا كتقضى عنده كذا، لضاع التوحيد وضاع العقيدة. لكن جاء العالم هذا وفق الله تبارك وتعالى جمع هذا الكتاب هذا.